أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بك يا برج الميزان، مساء الطاقة الإيجابية عليكم، مساء الفرحة والسعادة والوفرة والتفاؤل. أهلا بك مرة ثانية يا برج الميزان. النهاردة هنتكلم عن قراءة حصرية من غدا بإذن الله 31 مايو حتى نهاية شهر يونيو لعام 2024. القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لكل العشريات الأولى والثانية والثالثة، وكمان تنفع لجميع الأعمار، وتنفع لرجال وسيدات برج الميزان. فلو أول مرة أشوف القناة شرفنا بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. برج الميزان في هذا الشهر سوف تتحقق لك أمنية تطيرك من الفرحة عن طريق شخص أنت يا برج الميزان لا كان هذا الشخص لا على البال ولا كان على الخاطر. يعني في شخص يا برج الميزان هيساعدك في تحقيق أمنية ليك، والأمنية دي أنت كان طال انتظارها وهتطيرك من الفرحة بالفعل. خلي بالك يا برج الميزان، في بداية هذا الشهر سيتوفر ليك جو من الانسجام والثقة في محيطك، فحافظ على تفاؤلك ولا تعطي المشاكل الصغيرة الكثير من الاهتمام. وهيكون عندك في هذا الشهر أيضا ارتباط بسرعة في المجال العاطفي، ارتباط بسرعة في المجال العاطفي، ولكن مع التأني السلامة. يعني حاول دايما يا برج الميزان اعطي لنفسك فرصة للتأني، اتعلم الصبر والهدوء في اتخاذ قراراتك. كمان لا تعطي وعودا لا تستطيع تنفيذها إذا كنت فرحان أو سعيد. لا تعطي وعودا لا تستطيع تنفيذها. خلي بالك في الشهر ده كمان سيتحقق ليك الاستقرار العاطفي بالفعل مع محبوبك أو محبوبك أو محبوبتك، لأن أنا بتكلم على برج الميزان. القراءة دي بتنفع للرجال والسيدات. فسوف يتحقق الاستقرار العاطفي لبرج الميزان في شهر يونيو الفترة القادمة. وكمان يا برج الميزان علاقاتك الاجتماعية سوف تكون ممتعة، هتكون علاقاتك الاجتماعية ممتعة في هذا الشهر. واعتني أيضا بحضور شخصيتك وطريقة تأثيرك، يعني حاول دايما انك تظهر بصورة قوية يا برج الميزان. خلي بالك ان سيعوض الله صبرك خيرا. اذا كنت بتمر بضيقة مالية او بضيقة عاطفية، سيعوض الله صبرك خيرا الفترة القادمة دي. سيكون كمان زواجك ناجحا وسعيدا اذا ما احسنت الاختيار. يعني خلي بالك اذا كنت مقبل على الزواج، الزواج ده هيكون ناجح وسعيد إذا ما أحسنت الاختيار. عندك فرص إيجابية ممتازة في العمل، عندك كمان فرص إيجابية ممتازة في الناحية العاطفية. ولكن أنا شايف البعض منكم بيحاول يعيش على ذكريات الماضي القديم، فده مشكلة يا برج الميزان. اخرج من الانعزال في حالة الحزن لا تناسبك. كمان الشهر ده مملوء بساعات جميلة في العمل، لأن عندك في فترة قوية في العمل هتحقق فيها أرباح من مشروع تجاري أو من بيع أو شراء، فهيكون عندك بالفعل نجاح مهني قوي. برج الميزان كمان حياتك الزوجية هتكون سعيدة لأن حبيبك بيحبك بالفعل، ولكن أنا شايف البعض بيحاول التدخل في شؤونك وخاصة المقربين منك. فخلي بالك، حاول انك تعمل مسافة بينك وبينهم، ما تخليش حد يحاول انه يتدخل في شؤونك العائلية بينك وبين حبيبك. كمان حاول انك تدرس خطواتك جيدا في العمل ولا تلقي اللوم على الآخرين. ممكن قد تفشل في البداية، ولكنك سوف تجني ثمار طيبة وهي مسك الختام. عندك أرباح مالية ممكنة من عمل مفاجئ أو من علاوة أو من قضية هتكسبها أو من ميراث. كمان حاول يا برج الميزان إنك تهرب من الأشخاص المتشائمين، لأن مزاجهم السيء بيؤثر على معنوياتك. كمان حاول إنك تقتصد في أموالك، وأعلم إن القرش الأبيض بينفع في اليوم الأسود. كمان لا تهمل شؤون العائلة، خصوصا أولادك وزوجتك أو زوجك،
لأن هم بحاجة ليك وإلى رعايتك ماديا وعاطفيا. كمان حاول إذا أردت تتجنب المشاكل، حاول إنك تسيطر على قلبك وتعامل بعقلك يا برج الميزان، والقي بمخاوفك وأوهامك خلف ظهرك، واستقبل هذا الشهر بكل تفاؤل وحب. امرأة برج الميزان، أنت فتاة حكيمة، تفكرين بعقلك لا بقلبك، وبتحاولين كتم أسرار حبك، وصعب إنك تنطقي بكلمة أحبك، ولكنك إنسانة حساسة مرهفة، أحاسيسك نقية وصادقة، تفضلين الحب الروحي، وأنت من النوع الذي يتعلق بشدة بالطرف الآخر، بالرغم أنه معروف عنك حرصك على استقلالك وتحفظك. خلي بالك، بالفعل أنت هتكوني صيادة ماهرة في هذا الشهر. كمان بالنسبة لرجل برج الميزان، خلي بالك يا رجل برج الميزان انك دايما تحاول انك تفكر بعقلك لا بقلبك، لان بالفعل عندك الشهر ده مليء بالمفاجآت على الصعيد العاطفي والعملي، فتصرف بهدوء وتعقل، وحاول انك تتجنب المشاكل، لان عندك ارباح قوية في العمل، في عندك عمليات بيع وشراء من مشروع تجاري، او عندك علاوة مادية، أو عندك دخل مادي هيكون من عمل مفاجئ ليك يا برج الميزان. ولكن حاول إنك تتصرف بهدوء وصبر، وابتعد عن المشاكل، وابتعد عن القيل والقال، وبلاش الشك والغيرة، لأنهم مدمران لأي حياة عاطفية. برج الميزان، أنا مش هطول عليك، لكن عندك أمنية بالفعل سوف تتحقق، وإن أمنية دي بالفعل أنت كنت في انتظار تحقيقها يا برج الميزان. أنا مش هطول عليك، لكن لو عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك، وإلى اللقاء.